الحملة عبارة عن عرض الفكر للشعب في الشوارع والميادين العامة، في السوق وفي الأحياء، وعرض الكتب في نفس الوقت. الغرض توعية الشعب ونشر التنوير بالدعوة الدينية الصحيحة اللي نعتقد على أساسها ينبعث الإسلام. العمل ده يقوم به الإخوان الجمهوريين والأخوات الجمهوريات، ودي يمكن تأرخ أول مرة في تاريخ المرأة أن تكون داعية للدين. سبق بطبيعة الحال أنه في تاريخ الإسلام في نساء عالمات، لكن في التصوف وفي الفقه، لكن بعيدات من بعض، مجموعة واعية بدينها وبتمارس دينها وبتطبقه في نفسها قبل ما تدعو له، وتدعو عن علم وخلق بلسان الحال ولسان المقال زي ما بيقول الصوفية وزي ما بيقول دائما. لأول مرة يحصل في الإسلام لعله في التاريخ ما يجري اليوم. والأخت الجمهورية هي الظاهرة الغريبة جدا في الحركة دي في الميادين، وهي بتحمل الفكرة وتناقش وتقابل المعارضين وتواجه حجج وتتحظى بصورة فيها كثير جدا من القوة ومن التركيز ومن الشجاعة. طبيعة العمل ده إذن هو نشر الوعي بين الشعب. نحن دعاة لأن يكون في كل ميدان من ميادين بلدياتنا في المدن الإقليمية والعاصمة وكل جهة من القرى أن يكون في منبر حر. المنبر ده تصطلع فيه الأفكار على شيء كثير من السعة والموضوعية ومراعاة القانون والتجافي عن التهريج والشغب. ودي برضه لأول مرة يتعلمها شعبنا، والأركان اللي بنجريها في الوقت الحاضر باستمرار بتصفي جانب الشغب، الجانب الما موضوعي، الجانب المهاتر، لتنشئ تقاليد رصينة في أن الناس يكونوا موضوعيين ويكونوا مسامحين ويحاولوا أن يروا وجهة النظر المخالفة لوجهة نظر.